اهلا ومرحبا بالساده المشاهدين في حلقه جديده من برنامجكم ضيف على بلد رمضان. النهارده عندنا طبعا الجزء الثاني من حلقه الست الخضراء وخالد الفصاح. الجزء الثاني هنكمل ما طبعا ما سبق الاقوال فيه، وكنا اخر حاجه اتكلمنا فيها مع الاستاذ سمير وكنا بنناقش فكره تنميه المجتمع، وان عايزين يعملوا خدمه عايزين يعملوا دكاتره، عايزين يعملوا حاجه خدمه اهل البلد. حضرتك كملنا كده فكرتها حضرتك؟ حضرتك احنا كنا فكرنا انا والاستاذ خالد على اساس ان احنا عندنا مجموعه دكاتره من الهرم من اهل البلد. لو كل دكتور طبيب هيجينا يوم في الشهر بحيث ان احنا نشغل تنميه المجتمع فيها عياده من افضل من العياده، يعني اجهزه من افضل من الاجهزه وكل اهالي البلد. طب ايه اللي معطل الفكره؟ ايه اللي موقف الفكره؟ اللي موقف الفكره القوانين الروتين، يعني كل حاجه قوانين الروتين. لازم عشان تشغل العياده لازم العياده تشتغل تحت اداره الجمعيه، واداره الجمعيه مش فاضيه عشان دول اصلا ناس خدمه عامه مش ملزم لنا اي كل يوم. هو الجمعيه مش يعني هو عشان خاطر ما ياخدوش ذكرى، مش ده انتخاب. لا دي خدمه عامه، في انتخابات. الانتخابات ما حصلتش بقى اكثر من 10 سنين، فمفيش انتخابات نظرا للظروف السياسيه الحاليه. يعني احنا ممكن ندعي اهل البلد من نظام الجمعيه ونختار بيهم القواعد الشعبيه ونشكل مجلس في الجمعيه منتظرين فتح باب الانتخابات. انا بتابع اهالي البلد كلها اللي هي بتتفضل في الجمعيه. انا بتابع جمعيات اخرى في مناطق اخرى شغاله كويس جدا، هي مجلس منتخب كل 4 سنوات رمضان، تمام، وبيشتغلوا مش ممكن نكمل في الجمعيات بتاعت قبل كده. للاسف الاسيف المؤسف دي كلمه بتاعتي انا بقولها على طول، يعني ان المجلس الاداره اللي موجود ما بيحضرش منه غير الاستاذ عاطف محمد عباس، والمدير التنفيذي اللي هو الاستاذ حاج عبد الفتاح، وبعض الوقت بيحضر الحاج سامي ابو عيسى بيحضر للضروريات. دول اللي بنشوفهم في الجمعيه، غير كده وباقي المجلس غير موجودين بتاتا. نعمل من ربنا الفتره الجايه دي ان يتفتح باب الترشح ويضاف ناس المجلس والجمعيه تكبر وتزيد وتخدم الناس كلها. استاذ سمير، عايزين حضرتك يعني موقف كده حصل لحضرتك في رمضان ومش هتقدر تنساه على عمرك كله، ولو قدرت تفتكرنا في السنه اللي ما استلمتش. وبصراحه الموقف ما كانش في رمضان. موقف ماشي تبع الكورونا ماشي مش مشكله. يعني انا بحكي لحضرتك الموقف ده عشان ظروف الحب والود بتاع الجيران لبعضها. كنت انا صغير، انا وكان صديق ليا وما زال صديق ليا، ماشي؟ فالمهم راح معورني. قول اسمه عادي. عايز تقول اسمه اللي هو الاستاذ حسن سعيد. تمام. ماشي؟ فكنا بنلعب مع بعض، راح معورني، خدت فيها حوالي بتاع 3-4 كورس. امي وزعت فيها ايه؟ رز بلبن. عشان عورت؟ عشان اتعور. تعالى دلوقتي لو عيل صغير جارك بتبعد انت عن اي مشكله تبص تلاقي العيل الصغير يتطور عليه وابوه هو مش كل الناس، بس يعني في ناس ربنا يهديهم ويسمعنا من الضرب دي. تتخيل ممكن تقول له نفس الموقف ده؟ موقف بس انا لو موقف حصل لحضرتك وحاسس ان الموقف ده عمرك ما هتنساه ابدا لو عدى 100 رمضان عليك. طبعا انا بالنسبه لي قبل ما اشتغل موظف انا كنت بشتغل نجار وشباك، وحاليا ما زلت بشتغل نجار وشباك، ماشي؟ بصنع واركب وجمع وكل من اولها لاخرها. فالوسطى بتاعي كان في الوقت ده لسه ثاني عادي اخ مسيحي، ورحنا شغل كنا فيه في مكان تقريبا مش فاكر فين الحته بالظبط، مكان بعيد عن البلد هنا. وجاء فاحنا نزلنا والراجل طول النهار ولا كل ولا شرب ولا اي شيء ولا شرب سياره عشان احتراما ليا وللاسلام برضه ورمضان. فجينا نزلنا مش هيلحق نروح، فجينا ايه مطعم كده، ففضل بتاع ربع ساعه، نزل ربع ساعه مش هنروحنا البيت. فقعدنا في المطعم، ادينا ظهرنا كده ايه للشارع وقعدنا في المطعم. هناكل كله طلبنا كله طعميه لغايه ما يدن
عذاب الالام ده ايضا والوالد يحط كل طعميه قدامنا اتعمل ورانا مائده مائده الرحمن. ناس في الشارع كانوا مطلعين الكراسي والترابيزات وليك 10 دقايق كانت الترابيزات مفروشه والناس قاعده عليها. بنتلفت كده ورانا لقينا واحنا قدامنا كله طعميه. اي نعم الحمد لله كله طعميه وورانا المشوي والمحمر محرجين يومهم محرجين يومهم كلهم هو بيكذب. احنا بنبص خلاص الكراسي اتحطت والترابيزات اتحطت ثواني اتملت كم ميت كله طعميه الحمد لله. والناس ورانا الناس اللي ورانا على طول كده بياكلوا المشوي والمحمر كل بنساعدها لغايه النهارده. بتصل بالاستاذ سامي اللي هو النص سامي الاخ المسيحي بنفتكرها بنفضل نضحك للصبح. الكلام ده حصل بقاله اكثر من 20 سنه. ما شاء الله ما شاء الله. خالد حضرتك تقول لنا بس يعني بعيدا عن القصه دي. يعني ايه؟ عن القصه دي. لو انت هتعمل عزومه ل5 افراد هتختار مين؟ ما تختارش استاذ كبير. حد غير استاذ. لان انا عارف اول حاجه هتقول ايه استاذ يعظوه. انا عارف ان انت اصدقاء كتير وحاجات كتير بس اقرب حادثه تحب تاخد معاها. تتبسط اول هو عموما صعب بس انا برضه ايه هختار برضه اللي مش هختاره ما يزعلش مني. اولا عاصم محمد عباس اخ وزميل وصديق وراجل محترم جدا جدا جدا. ولو كنت اتمنى اخ كنت اتمنى يكون هو اخ لي. الاستاذ الحاج عاطف عبد العظيم ابو عوض راجل ونعم الاخوه ونعم انا يعني بنشوف بعض كل سنه مره بس راجل. حضرت معاه ايام لما كنا فاتحين ورشه ما تستغناش عنه ما تستغناش عنه. بعد كده في زميل في المجمع الجديد اسمه احمد زكي راجل برضه محترم واخ وزميل ومفيش بعد كده. عندك بعد كده في محمد احمد عبد النبي ابو صالح ابن اختي بس اللي يشوفه يقول ده خالد واللي يشوف خالد يقول ده محمد. دماغي هو تفكيري كل شيء هو بس المشكله الوحيده عنده ان هو ملوش في السياسه وملوش في الحياه دي بس ايه دماغ عموما هو خالد. كده كم وصلنا كام؟ 4. ما خلينا ولا حد ثاني ماشي يعني حاجه ثانيه سمير حضرتك يعني اشتغلت في العمل السياسي والعمل الخدمي. عايز موقف انت تقول فيه لنفسك انا قادر ان احقق الموقف يعني حاجه انت ندمت انك عملتها. ندمت ان انا عملتها موقف بدون اشخاص. موقف تقول لي كده انا ندمان عملت كده. بصراحه انا يعني اول ما بدات مع موقف مع شخص معين ماشي كنت متوقع في الحيطه السياسيه وهو فمشيت معاه شويه انا والحاج عادل الباسل ماشي فقعدنا شويه على اساس ان هو ايه كان في وعود اللي هي بتحصل برضه هيعمل في البلد يعني هيخليها الحياه وردي بس هي ان الحياه مش وردي كانت الحياه سوداء. يعني انت ندمان انك او ندمان انك اتعاملت مع السياسيين؟ انا ندمان اللي انا اتعاملت مع السياسيين ما حصلش كل اللي جوه البيت اللي كان ما حصلش لكن كشخص ده ابن بلدي. لكن كحيثة سياسية ومش محمد سياسية بصراحة. مين يا أستاذ خالد بعيد عن السياسة بس قدام هنا ونفسك تمد إيدك وتضم الحزب بتاعك؟ أنا شايف فيه القوة والشجاعة والفكر فقلت أنت محتاجه. أنت شايف إن هو يشتغل على أرض الواقع قوي جدا بس أنت محتاج أنت عايز تفهم تعالى معايا. وطبعا محمد أبو عيسى طيب خدوم جدا. طيب محمد رئيس ده طبعا منظم الحزب طبعا كل الاحترام تمام. مين هو رافض اصلا فكره الاحزاب؟ عشان حد يعني سياسي عارف انت شايفه بيخدم بس هو مش منضم لاي حزب وانت دلوقتي حابب بتقول له تعالى معانا الباب الحريه مفتوح لك. مفيش
طبعا برا مصر مفيش. حبيبي يعني مفيش حد حابب حاجه تضمك. مفيش حد يعني تتمنى ان انت تضمه عشان هيعمله ولا هيعمل، كان عمل لوحده، كان يخدم بشخصه بذاته بعلاقاته، انما ما فيش. بالظبط. سمير احنا عايزينك تقول تحدي، انا اسف حقك عليها ما قلتش حقك، او تقول له انا مسامحك انت ما قلتش حقي ولا مسامحك. رمضان كريم لو حابب تقولي الاسم ويا ريت، مش عايز خلاص. لا والله يعني الحمد حد لله زعلان منك بفضل وانت الله طبعا. بصراحة. يعني إذا كنت أنا مزعل حد ورمضان كريم، لكن الحمد لله والراجل ده يشهد عليا وكل اللاعبين الحمد لله. اللاعب ما يزعل حد ولا بيسيء لحد ولا حد بيزعل مني. فإذا كان حد زعل مني لكلمة أو لأي حاجة حقه عليا وكل سنة وانتم طيب. طيب مفيش حد زعل منه؟ إيه؟ مفيش حد زعل منه عايز تقول له مسامحك رمضان كريم؟ لا، بس انا بقول للناس كلها، لاهالي العرب كلها، كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. استاذ خالد، انا عارف ان حضرتك الشجاعه وحته الجراءه ديت، عايزين حضرتك حد تقول له كتر خيرك انت زعلتني. حد يزعلك وانت تقول له دلوقتي انت زعلتني وكتر خيرك رمضان كريم بما سمع الله. ممكن 2 3 بس انا بالشلوط على طول، يعني بديله فرصه مره واثنين وثلاثه وعشرة، ما امشيش يعني حسب المخ ومشي معايا وما اتعدلش شلوط. طيب يعني مفيش حد عايز تبدا معاه مرض الخير ده؟ يعني انت بس عايز تقول رمضان كريم، ما حدش ضامن عمره بلدته وعمره، ما حدش ضامن حياته، عايزين نصالح بعض. لا انا عايز اتجمع تاني ولا لا؟ مفيش حد عايز تقول له يا فلان لو تقدر تقول يا فلان انا مسامحك كانوا مع بعض. في شخصيه انا يعني دخلت فيه، هاجمت بعض اصدقائه، هو يعزوا عليه بس انا هاجمت بعض اصدقائه دول، وهو بقى يفهم المقصود ده، يفهم ويفهمك. بس انا ما اقصدوش هو، انا اقصد اصدقائه. وفي نقطه هو كده يعرفك؟ يعني انت كده اديته اماره ان هو كده هيعرف، فانت بتقول له خلاص سامحني. وبقول له صباح الياسمين. صباح الياسمين دي اشاره. صباح الياسمين وكان صحصاح يقول لك انا مسامحك ورمضان كريم، يعني نتمنى ان انت تسامحه، وهو الراجل يعني عايز انت تصحى بيه اهو. وفي نقطه بفهم من الاستاذ خالد بصراحه، هم هيشركني معاه هو القاضي على قد هو معارض، على قد هو معارض. احنا مش حاسين بيه قوي يعني. لا انا بديك فرصه واثنين، احنا ما بنسيبش بعض غير عنهم. انت ما بتسيبش من 10 فرص دول، طب هعمل لك ايه تاني؟ هو قال برضه عارف لو اللي زعله ده لو جاء لو قابله في الطريق هيسلم عليه. قبله جدا على قد ما هو معارض واكبر المعارضين، يعني ممكن يعارض نفسه بس انا بعرض اي شيء، ما طالما شايفه ان هو خطا بعرضه، حتى لو هو مين. في حد كده عايز تديه نصيحه، يعني في حد عايز تديه نصيحه او عايز تقول له كلمه دلوقتي؟ لا عايز تقول اسمه مش حابب تقول له كذا كذا كذا، يعني هو يفهم. كل شيء اسمه، كل شيء اسمه نصيب، وكل واحد ليه ربنا كاتب له شيء هيشوفه، سواء هو هيرزق بالمال هيرزق في الوقت بتاعه، هيرزق بالزوجة الصالحة هيرزقها في الوقت بتاعه. ما تستعجلش وما تندمش على أي حاجة، تأكد وخليك ثقة فيه، اللي ربنا كاتبه هيشوفه، اللي ربنا كاتبه لك هيجيلك بس. فما تعتمش على حد أو تعتمد عليا أنا الحساب إن أنا قصرت ولا كده، لا، اللي ربنا كاتبه لك هتشوفه بربية من غيري، بوجودي مش بوجودي، في أي شيء اللي ربنا كاتبه لك هيجي لك وهتشوفه في وقته وانت عارف. سمير، عايزك تقول للناس حاجه كده في رمضان، يعني عايزينك تقول لهم كلمه كده يعملوا في رمضان، يعني حابب تتبنى رساله للشباب، يعني حاجه كده خاصه بالمواصفات طبعا بتاريخك والباقي العرض الشغل، عايزك تقول للناس حاجه. بصراحه يعني انا بتمنى من الله ان منطقه كفر الجبل دي بالذات يتمنى حاجه فيها اسمها مخطط، وانا بدعي ربنا سبحانه وتعالى، لان بصراحه اليومين اللي فاتوا دول انا حزنت وقمه الحزن
لان انتشر كميه المخدرات لدرجه كانت اول كان مثلا الحاجات الخفيفه دلوقتي دخلت في كفر الجبل عندنا في المنطقه هنا البودره. طبعا ربنا يعافينا يا رب. وده ودي بتدمر حياه حاجه الشباب. كلنا طبعا احنا بنتمنى من الله، مع ان ناس كتيره هتزعل مني، انا بنتمنى من الله اللي هي تتمنع حاجه زي كده. لا طبعا حاجه زي كده يزعل، احنا كلنا عايزين نمنع حاجه زي كده. لأنها بتدمر وانا طب متهيألي كل البلد محدش فينا عايز يضر الكلام ده، عشان محدش فينا حابب الكلام ده. لان شبابنا بيضيع، شبابنا بيضيع. استاذ خالد، ده اللي تقول لحضرتك يا ترى في الفتره القادمه ممكن نشوفك مترشح لاي حاجه، مجالس سياسيه، مجالس محليه، اي حاجه في السياسه، ولا تفضل ان انت الجو ما يسمحش، الجو العام لا يسمح. لو الفلوس نزلت والفلوس بتشتغل والفلوس بتشتري الناس كتير، فما ينفعش انا سمير بقى جو رمضان، جو اسري كده وجو جميل. يا ترى حد من الشخصيات اللي بتميل للعزومات تحب تعزم وتعزم والكلام ده كله، ولا زي بعض يقول لك ايه لا 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 انا اجي لك بعد الفطار، يعني انا ما تعزمش ولا اعزم، انا عايز انتم بعض اجي لك بعد الفطار، يعني ايه حضرتك؟ حضرتك انا بميل لعمليه العزومات دي، وانا الحمد لله انا واخد النصاب بتاع والدي مع اخواتي وبنتي وعيالي. يعني انت بتميل لموضوع العزومات دي، ده شيء اساسي. يا ترى تخيل يا ترى اول ما تفطر فين؟ اول يوم هتفطر فين؟ في بيتك. يا ترى في حد انت يعني اللي هو انت والاسره ولا عامل عزومه؟ ما هو انا عملت كده متجوز اثنين. متجوز اثنين. فاول يوم لازم نوصل مع بعض الاسرتين مع بعض. ما ينفعش اطلع بره. ربنا يستر. يا ترى يعني تقولي ان اول يوم تفطر انت واولادك بس كخصوصيه، ولا بتفطر بره او بتعزم او يعني اول يوم الراجل بس يبقى؟ لا انا بعزم بنتي، يعني بنتي متجوزه بره، انا بعزم بنتي، واحتمال اختي اللي هي في العريس دي ممكن تنزل مع اولادي واخواتي. انا سؤال حضرتك سمير، يا ترى رمضان السنه دي صوت الحركه نقص ولا زيد؟ يعني افتقدت حد ولا زاد حد عليك؟ افتقدت ثلاثة الحمد لله. ثلاثة؟ الحمد لله. لحد دلوقتي مين؟ والله يا عمي الحاج عبد الشكور رحمة الله عليك. وابن عمي. يعني 3 أفراد فقدتهم من صفر. ما حصلش أي إضافة، اتفضلنا. تفضل. معلش ربنا الحمد لله. ربنا ان شاء الله يبارك في الموجودين والله يرحم اموات المسلمين كلها. النهارده يا جماعه كان زي ما انتم شفتوا حلقتنا جميله خفيفه، فيها اسئله شائكه، يعني بصراحه يوم استمتعنا بيه. ان شاء الله باذن الله نشكر الاستاذ سمير خضراوي وخالد فتاح، وان شاء الله حضراتكم طيبين ورمضان سعيد عليكم وعلى الاسره يا رب، ونشوفكم دايما في الخير يا رب كده، واشوفكم في حلقه جديده باذن الله في برنامج ضيف على بداية رمضان، تقديم مهيئ مصري، اعداد وفكره حسن سعيد. الى اللقاء في حلقه قادمه.